الحين ما قلت يا ابو رضوان خلينا ننسى المشاكل القديمة ونرجع حبايب وبيع علي الأرضية. الخبر عندك وكثر الكلام وقلته سواء، ما عاد بيعهاش. ابنك طريح الفراش وبين الحياة والموت ومحتاج للعلاج وانت جالس معاند. بيع الأرضية وعالج ابنك. ابني عيحول الله بحق علاجه، وهذيك الأرض هي وصية أبي لرضوان لزواجته، وأنا ما عاد خالش وصية أبي. خليه يتشافى أول حاجة وبعدين نفكر في زواجته. لو سمحت غلق هذا الموضوع، ما عاد بيعهاش خالص، افهم. حاضر يا ابو رضوان، إذا ما دفعتك الثمن غالي وشليت الأرض بدون ما أدفع ريال ما أكون من ابن عبد العزيز. سابر أنت زي تفكر في الموضوع وعنتواصل، ابسل لي طريق ذا الحين. مفكر جاهز، تفضل، شرفتمونا. بعد تعب اسم انكتب بأحلى لقى في الشهادة يبان. نلنا النجاح بعد الكفاح، الهم راح وحان الفرحة حان. صفقة طرب وفرحة تدب في كل قلب ما يسعها مكان. دق البرع تقدب بدع والكل زقع وهات لك يا جنان. رجحنا هذه أحلى فرحة، رجحنا فرحة غير كل فرحة. رجحنا والخير حصدنا. واخيرا حلمي تحقق وبصرت ابني بدلة التخرج. عاد باقي لما افرح فيه وبعرسه واشوفه عريس مكتبع ويكون اكبر مهندس في اليمن. يا سلام، من ناحية الزواجة ما عاد باقي، بكري بكرة ابسري له مرة. وليش عاد انا شاري له بكره؟ من اليوم ادور له احلى مره تناسب حق المهندس. الله يحفظك يا ابني، الله يحفظك ويسعدك. يا رب. الله يحفظك يا ابني. مسك شوف البندق حالي ونظيف، بس كم يشتي فيه صاحبه؟ أقول لك الرجال محتاج يشتي فيه 300,000. أقول لك عرضة العرضات بالزو بس وعلي. تقول أيوة قد جربت فيه. ماشي جرب فيه في عدد من طلقات. أقول لك عرضة بالزو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. من هو هذا الذي جاء؟ هذا مني. وما الشيء هذا؟ ما يخلي لنا لحالنا ولا كيف؟ أنا جالس يشتري الأرضية ولا يشتيها؟ وانت مالك ما تبيعها له وتسكنها هداره وتشيل الزلط معالج بها الولد. إنه لو ابني يحتضر أمامي ما بيعها له. يا أخي هذا ما يخلي لنا لحالنا، واحنا ما احناش ناقصين أدوته. بيعها وشل الزلط، خلينا نلحق نسفر الولد نعالجه قبل ما يوقع به شيء. شي معك خبر؟ أبيعها لهذا النذل الذي جالس يشارعني سنين وبهدل بي بين المحاكم والسجون وخسرني ملايين على أرضية مش حقه، يشتي ينصبها. ولما شافني كسبت القضية وانطرح ابني وفلست، جاي يستغلني ويشتي يشتري مني الأرض بسعر التراء. مقصده ان انا احمل له البصيره. ليش؟ كم جاب لك في سعر الارض؟ جاب لي 20 مليون.
هذا المغفل يجيب لي 20 مليون والارضيه قيمتها 45 مليون، وما قال عيدي لي 15 مليون وبس، و5 مليون بعد شهرين. طيب وكيف عنفعل؟ انت داري ما بش معانا شيء، بعنا كل حاجة، ما عاد بش معانا إلا هذه الأرض، وانت قلت لك 3 أشهر. قلت لك 3 أشهر وانت راهنها، ولا جانا مشتري ولا شيء، الولد عيطع من بين يدنا. يا ام رضوان خليك واثقه بالله. والنعم بالله، بس أنا خايفة على ابني لا يطحس من بين يدينا وإحنا بنتفرج عليه. اسمعي، انا اتصل لمكتب العقارات، ابصر هذا الدلال احمد ما فعل. ايوه يا ابو رضوان. هيا احمد ما سويت؟ انت داري هذا الايام البيع والشراء في العقارات راقد والناس حلاف، يجوا مشترين خيرات لكن بيكسروها ويصيروا ما عاد بدهم. يا اخي هي قيمتها 45 مليون، خليها ب 40 مليون، ب 35 مليون. انا بايع اشياء سفر ابني للخارج، ابني مريض. يا اخي ما بش مشترين. اسمع، ليش ما تبيعها للمنير؟ هناك اولادك منير والله لو يدي لي قيمتها 300 مليون ما بيعها له، كلمة و10 سوا. خير ان شاء الله، انا بدور مشتري وابذل جهدي لين ما وصلنا. سابر وحقك محفوظ، لا تقلقش. هيا في امان الله. في امان الله. أيوة هكذا تعجبني، أشتي تدي لها اليأس والإحباط. عليا ولا تقلق. المهم، وأي مشتري يجي كذاك داري كيف تصرفه. ساعة كل مرة قول لها الأرض عليها مشاكل، صاحب الأرض ما يشيش يبيع، الورثة عادهم مختلفين. لما نشوف كيف آخرتها مع الشيبة الهرم هذا. الأرض عكس لها أنت، شاء أو أبى، حقك. أيوة المهم أنا شمشي، وإذا بالجديد أو بالمشتري بلغتني. من عيوني الثنتين يا شيخ منير. خاطرك. الله معك. وانت ليش ما تعرض الأرض على دلالين ثانيين غير هذا أحمد؟ أنا قد عرضتها لدلال خيرات وما حد جاب لي مشتري، وأحمد هو جنب الأرض ويعرف ناس كثير، يمكن يلاقي لنا مشتري. صاحبتي بتقول لي إن زوجها بيبيع وبيشتري في البيوت وفي الأراضي وفي السيارات وفي كل شيء، ومن التلفون وبأسرع وقت. كيف بالتلفون؟ مش أنا دارية، بس قالت إن زوجها بيبيع وبيشتري في هذه الحاجات ولا يحتاج لا سعايين ولا دلالي، وبيجوا لها الزباين في أسرع وقت. اسكت تواصل معاه، يمكن حيلاقي لنا مشتري بأسرع وقت. هي اسكت تصلي لها وخليها تدي لي رقم زوجها. الآن تواصل معها. حاضر. ألو. هذا رقمه، أنا عاد أتصل له. السلام عليكم يا محمد، كيف حالك يا جاري؟ أيوة معك أبو رضوان. والله أنا سمعت إنكم تبتاعوا وتشتروا عبر التلفون، وأنا معي أرضية قد لها خيرات أشتي أبيعها. تقدروا تقول يوم عندي للبيت تسوي لي كيف تعملوه؟ ما أنتوش فاضيين اليوم؟ خلاص خليها غدوة إن شاء الله. تمام، مع السلامة. يا أستاذ محمد، أمانة أشيك تعرفني كيف تتعامل بالتلفون تبتاع وتشتري. أنا معي أرضية تعبت وأنا أدور مشتري يشتريها. الموضوع بسيط جدا. الآن بدك تبيع وتشتري على تطبيق يمن مزاد، مش أنت اللي تدور الناس هم اللي يدوروك. شوف قربنا تحمل تطبيق يمن مزاد من متجر. تمام. تطبيق يمن مزاد عبارة عن تطبيق إلكتروني، أي حاجة في راسك شو تبيعها، تبيع سيارات، أراضي، أي حاجة معك تشتري تبيعها، تصورها صورة واضحة وتكتب بياناتها كاملة وتكتب رقمك وترفعها للتطبيق. يا سلام يا سلام. تمام وخلاص.
يا سلام. انا اوريك لحظه، انا اوريك الان فيديو يشرح لك كل شيء. لحظه شوف. تطبيق يمن مزاد أكبر سوق إلكتروني يمني يوفر لك خدمة إعلانات البيع والشراء أو الخدمات والوظائف وغيرها بشكل مجاني. حمل التطبيق الآن. ما شاء الله، يا سلام، هذا شيء عظيم، ربنا يحفظك. هيا اسمع، غدوة أنا وأنت إن شاء الله نروح نبسر الأرضية حقي ونصوره ونصور المساحة ونرسلها بهذا التطبيق مع الرقم، ما رأيك؟ ابشر. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انت؟ حيا. حق من الارضيه هذا؟ ما غير حارس، انا غير حارس وهو ارضه. انت حارس انا؟ مش انت صاحب الارضيه؟ ماشي. وحق من الارضيه؟ حق ارضه. من ارضه؟ يا اخي حق صاحب الارضيه ارضه وانا غير حارس. انت حارس، والارضيه حق من؟ ارضه، يعني صاحب الارضيه باشكال اساس بياسسها يعني. كيف ارضه صاحب الارضيه هذا اللي بياسسها انا؟ كيف؟ فهمني. يا اخي انا حارس، ما دخلني. انت حارس؟ ايوه. منو صاحب الارضيه؟ ارضه. سأل. ارضه؟ ايه سأل. ارضه ذبر من؟ اسأل منهم، انا ما دخلني، انا سأل منهم. لا اخي يعني مش قبل ما فيش ما فيش بيبيعوا في البلد حقنا. البلد ولا الارضيه؟ الارضيه هذا. الارضيه؟ حق من هي؟ حق واحد، حق الارضيه ارضه. حق ارضه؟ ارضه ابن من؟ ابن من؟ ارضه قد ارضه خلاص كلمه. قلنا عاد حاكيني انت ساعة الناس، كملتني ما عاد دريت تبع من هي، ربشتني وربشت حالي، خاطرك حطيت الجناح. الله معك وانا سعايه. يقول لي خاطرك ربشت حالي، يقول لي. انت متاكد اني الارض هذه اشتيها انا؟ متاكد؟ في اي تطبيق؟ تطبيق يمن مزاد. هذا عندي تطبيق، ارسل لي الرابط، ارسل لي الرابط وانا بدخل اشوفه. يلا ارسلها الان. والله اني هي نفس الصور ونفس الارضيه ونفس المساحه، بس السعر رخيص، 45 مليون. هذا الرخيص. صورة مش هو صاحب الارضيه هذا، بس خليني اتاكد من الرقم هذا واشوف هو صاحب الارض ولا لا. الله يجعل اتصال خير وفرج ان شاء الله. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أنت الذي نشرت في تطبيق يمن مزاد الصور حق الأرض هذا؟ أيوة أنا. أي خدمات؟ أنت صاحب الأرض نفسها أو أنت ساعي؟ لا أنا صاحب الأرض. متأكد؟ لا تتعبني. بنقول لك أنا صاحب الأرض، وممكن تجي لعندي وأنا بروي لك البصيرة. خلاص ارسل لي بالعنوان حقك. هيا سجل عندك العنوان. هيا ظهر لك ان الارضيه حقي. هلا طلعت حقك. وين انت يا اخي وانا ادورك لي من زمان. كيف كم لي وانا ادورك؟ انا اللي بندورك. انا قد لي عارضها 3 شهور عند الدلالين وما لقيت احد. انا قصرت 6 مرات لا هنا، ولقيت احمد الدلال حق المنطقه هذه، وبيقول لي الارض عليها مشاكل ولا صاحبها مسافر. هكذا؟ اي والله، والارض عجبتني قوي ومناسبه للمشروعيه ذي الشيخ علف فيها، وانا كنت قادر ادفع فيها حتى 60 ولا 70 مليون، بس اشي حصل صاحبها. هو ذا انت قد وصلت. واحمد الواطي انا بتفاهم معه، الكلب حق منير. انا اقول لما ما يجوش مشترين يشتروها مني. ايوه، هو الذي كان يهربني منها، وانا كنت احاول اني اوصل صاحبها
مانك عارف من هو. ايوه، لانه يشتي يبيعها لواحد بيني وبينه مشاكل، وانا مش ابيع عليه، واكيد هو الذي بيعلمه ويهرب المشترين مني. ولولا ان ابني مريض ما كنت شبيعها الا في يوم عرسه، لكن مضطر. وبعدها انا كنت تاجر والحمد لله ربي فاتحها علي ومعي فلوس وشغال. جالي هذا الذي منير، هذا الذي يشتري الارض وبسط على الارض من حقي، ودخلنا له في مشاكل ومحاكم و7 سنوات واحنا في مشاكل. لما كسبت القضيه المحكمه حكمت لي باقل من خسارتي، لكن بعد ما دخلت منير وخسرته. ايوه وبعدين؟ وابني وقع له رصاصه وهو في يوم تخرجه جاءت في العمود، وانا الان مضطر ان ابيع الارض وش اسافر بالخارج. قول بغيرها يا ابو رضوان. قدر الله ما شاء فعل، بعت ما فوقي وما تحتي وعالجنا الولد، لكن الولد ما زال مطروح ولازم نسفره للخارج. ايوه العمليه خطيره جدا، اما يمشي ابني يتعافى ولا يبقى هناك طول عمره متعثر. طيب كم تكاليف السفر والعمليه؟ تقريبا 25 مليون، حق علاج وسفر وجلسه هناك وحق تمارين حتى يتعافى. وما بقيت لنا الا هذه الارض وهي وصيه بي، لكن انا مضطر ابيعها. طيب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفر ابنك وعلاجه علي، وكل خسارتكم في السفر علي، والارض بشتريها وبخليها هانك. لو ما يرجع ابنك متعافي من السفر ويجي وبدو بخير تزوجه وتنفذ وصيه ابوك. ونعم بك يا اصيل يا كف، خلاص من الان اعتبر ان الارض حقك، وبرجعك للسوق تشتغل من جديد وتكون احسن من اول. انم من فين جيت؟ او انت جيت من الجنه او كيف؟ لا انا جيت من تطبيق يمن مزاد. احمد ما جاش مشتري يدور بعد الارض. انا ذا الحين شاسله عند ابو رضوان واحاول معله المريحه ال100 والمريحه ال1000، لو ما اقنعيه يبيع علي الارض. هذه السياره ابو سطام، ايش وصلنا عند ابو رضوان؟ ايش الداه؟ شكله جاي يشتري الارض. احمد انا قلت لك تخرب اي مشتري، تخرب البيعه على اي مشتري. ايش الداه ابو سطام عند ابو رضوان؟ يا جناد الحين خرب هكذا تخطيط سنين. ايش الداه؟